هلا عم يطلع لنا ناس بيقولوا لنا طيب انتوا ليه ما بتناقشوهم للشيعة؟ يا جماعة، الشيعة تبعون ايران والشيعة تبعون الملالي هون ما بيتناقشوا. بيسألوني انا واسألوا كل واحد دارس الاديان وباحث بالاديان وباحث بالايديولوجيات السياسية. الشيعي مثل الرغوة ما فيك تمسكه، بينط من محل لمحل قافز مثل الأرنب. يعني بتقلي يعني انه بالمنطق الشيعي ما عنده منطق. الشيعي الإيراني الصفوي ما عنده منطق. هذا شخص حتى ربه مكفره، هو مكفر ربه، ما بيسمع كلمة ربه. بتقولوا لي يا عمي عم تزيدها، بقول لهم يا أخي إذا ربنا بالقرآن من بعد بسم الله الرحمن الرحيم بيقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. يعني ربنا بيقول ما نرجع للأمم السابقة ونقعد نحاسبهم، هيديك أمة خلت راحت، ربك هو بيحاسبها، أنت ما لك علاقة. هن إلا لحديت هلا بيجوا أنتو أحفاد أمية بني أمية. يا أخي منين درجتوا بني أمية؟ نحن ما بحياتنا نحن فكرنا نحن أحفاد بني أمية ولا أحفاد شيء. نحن جماعة ماشيين بطريقنا، بني أمية على راسنا. وانتوا بنو أمية اللي انتوا ساعة بيطلع البلوى الجهل اللي عندهم، ساعة بيقولوا بنو أمية هن أصلهم من الروم، وبنو أمية هن جماعة كانوا يشتغلوا بالدعارة وما بعرف شكله. هن ما بيعرفوا انه بنو أمية بيوصلوا مع الجد ابن عبد مناف للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن صلب مكة هن. لا 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 لا، المعمم بده يقول لهم هيك، هن معناتها هن عباد المعممين مش عباد الله، لأن المعمم عندهم أصدق من الله. المعمم عندهم أصدق من الله، هو اللي بفوتهم على الجنة وبيطلعوا من الجنة، بيعطيهم صق من الإمام علي. الإمام علي يعني شو فرقوا بينه وبين الصقوق اللي باعوها الصليبيين مشان غزو بلاد العرب، وقت لما أعطوهم صكوك الغفران وأي واحد بيموت بيطلع على الجنة دغري. فهونيك الإمام علي بن أبي طالب دغري عطيهم صق، الشيعي بده يفوت. مشان هيك صار في عندهم الجماعة خلص مقفل الراس، مقفل عندهم. والله إذا بتجي بتقول له أبوك بيقول لك كذا أبي، خلص خلص خلص، جماعة بورنيه محدودين. ما في عند فعلا أصدق صورة شفتها، واحد شايل دماغه راميه بالأرض قال له اذهب لم أعد أحتاج إليك فقد أصبحت شيعيا. هيدا هو الشيعي. الشيعي كائن مثل العوني. الشيعي المتأيرن والعوني هول اثنين مع بعض نقابة المجانين في لبنان. مشان هيك أسسوا بلد جديد، وما لكم على لا تطلعوا بالعونيين ولا تطلعوا بالشيعة. يعطيكم العافية.